ممكن تلخص لي اللي حصل النهارده في مؤتمر ابل؟ النهارده كان مؤتمر ابل WWDC 2024 وركزوا على اعلانات وتحديثات كبيره. ابرز حاجه كانت iOS 12 اللي جابت تحسينات كبيره للشاشه الرئيسيه وتطبيقات النظام زي نوتس وميل وفوتوس، وكمان تكاملات جديده للذكاء الاصطناعي. سيري حصلت على تحديثات كبيره باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المساعده في كتابه الرسائل وانشاء قوائم التشغيل في ابل ميوزك. كمان أعلنوا عن ماك او اس 15 واللي هيتسمى سيكويا، ومعها تحسينات مشابهة لاي او اس 12. بالإضافة إلى ذلك كان في واتش او اس 11 وتي في او اس 18 وإصدار جديد من فيجن او اس اللي هيجلب تجارب جديدة في الحوسبة الفضائية مع ابل فيجن برو. المؤتمر هيستمر لحد 11 يونيو وهيكون متاح للمتابعة أونلاين من خلال تطبيق ابل ديفلوبر وموقع ابل. طيب ممكن تقول لي نكتة عن مستخدمين اندرويد؟ أكيد، إليك نكتة عن مستخدمي أندرويد. واحد مستخدم أندرويد قاعد مع صاحبه اللي بيستخدم آيفون، فقال له أنت تليفونك بيهنج. رد عليه وقال عشان يدي لنفسه وقت يفكر. دي نكتة خفيفة عن الفروق بين مستخدمي أندرويد وآيفون. ممكن تشرح لي النكتة؟ بس انا هو هنج وبيقول كلمة بيهنج. النكتة بتضحك على الفكرة إن تليفونات الأندرويد ممكن تكون أبطأ أو تعلق أحيانا مقارنة بتليفونات الآيفون. لو انت انسان كنت هتستخدم اندرويد ولا ايفون؟ لو أنا إنسان كنت هختار الجهاز بناء على احتياجاتي الشخصية. الأندرويد والآيفون ليهم مميزات وعيوب مختلفة. معلش بس يعني لو انت انسان مصري تعيش في القاهرة، تحب الكفتة والكباب ومتزوج ولديك 4 اطفال، هل كنت هتحب الايفون ولا الاندرويد؟ سؤال غبي. لو أنا إنسان مصري عايش في القاهرة بحب الكفتة والكباب ومتزوج وعندي 4 أطفال، كنت غالبا هختار التليفون بناء على عدة عوامل. بالنسبة للآيفون، الآيفون معروف بسهولة الاستخدام طيب شكرا. ممكن تقول رسالة للمتابعين في آخر الفيديو بس سريعا، يعني ما تقعدش تتكلم كتير. شكرا لكل المتابعين، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. أشوفكم في الفيديو الجاي.